سألت نفسك قبل كده ليه بنقرا كتب كتير وبنسمع فيديوهات تطوير كتير وبنحضر كورسات، ومع ذلك حياتنا والنتائج اللي بنوصل لها لسه زي ما هي؟ ليه الفجوة الكبيرة دي ما بين اللي احنا عارفينه وما بين اللي احنا عايشينه بالفعل؟ السر اكيد مش في نقص المعلومات، السر في العدسة اللي بتشوف بيها المعلومات دي، وهي العقلية أو المايند سيت. المايند سيت ببساطة هي نظام التشغيل بتاعك، اوبريتنج سيستم. لو السيستم بتاعك قديم مهما نزلت عليه برامج جديدة الجهاز بتاعك هيهنج، مش هيشتغل بكفاءة. احنا في 2025 العالم بيتغير بسرعة البرق. العقلية اللي نجحتنا من 10 سنين ممكن جدا تكون هي اللي معطلانا النهاردة. تغيير العقلية مش رفاهية، ده هو الفرق ما بين شخص مستسلم للظروف وشخص بيصنع الفرص وسط الظروف. عشان نعرف احنا فين، خليني أسألك سؤال بسيط وقيم نفسك فيه. لما بتقابلك مهمة جديدة صعبة في شغلك مثلا، أول جملة بتيجي في بالك هي إيه؟ دي صعبة أنا ماليش فيها، ولا أنا لسه مش عارفها بس ممكن أتعلمها؟ إجابتك التلقائية هي اللي هتقول لك السيستم بتاعك هل هو سيستم ثابت ولا سيستم قابل للنمو. طب نبدأ منين؟ في أداة بسيطة في الكوتشنج بنسميها قوة كلمة لسه أو يت. بدل ما تقول أنا مش شاطر في الشغلانة دي، قول أنا لسه مش شاطر في الشغلانة دي. الكلمة دي بتبعت إشارة بسيطة جدا للمخ إن الباب مفتوح والسيستم هيبدأ يتغير. وضع الإغلاق أو وضع الاستعداد اختيارك أنت. النهاردة عايزك تراقب كلامك مع نفسك. أي جملة سلبية هتقولها عن قدراتك قاطع نفسك وضيف ليها كلمة لسه، أنا لسه، واكتب في التعليقات إيه أكتر حاجة كان نفسك تعملها وكنت بتقول عليها مستحيلة. تغيير العقلية هو أكبر استثمار هتعمله في حياتك. الرحلة دي محتاجة صبر، محتاجة نفس طويل، بس صدقني تستاهل. أنا محمد، ودي كانت أول خطوة في رحلتنا. أشوفكم إن شاء الله في الفيديوهات الجاية. سلام.